ده يا اختي وناسيه حاجه؟ لا مش شنط، انا ناسيه حاجه تانية. انتوا هتاخدوا الست دي ولا اتصرف فيها بمعرفتي؟ شفتي كنت هنسى ماما ميمي. أبلة ميمي اهلا وسهلا، نورتي يا أبلة ميمي. دخلها في اوضه شريهان. ماما ميمي ماما ميمي ماما ميمي، ممكن تتنزحي شوية كده بس عشان أعرف أنام؟ ماما ميمي عندك سبيس، ممكن تروحي هناك. مجنونة يا قوطة! في حاجة؟ هاي هاي باي باي. انا مش مصدقه انتوا ازاي عايشين من غير برايفسي كده خالص. انتوا كل يوم بتصحوا تسبحوا على الفانيلات دي؟ قصدك مين؟ قصدك على محمد سياحه وعياله؟ ده هم كده لابسين، ده تلاقيهم خارجين اصلا. شيريهان انت عامله ايه في شعرك؟ ليه مكتفه شعرك كده؟ مكتفاه؟ يا جهله دي طاقيه. طاقيه؟ دي شبه شعرك بالظبط. يا بت، ما هو ده شعري اساسا، ما عشان انت مش فاهمه حاجه. انت شعرك وهو مندي كده بتروحي ماسكاه فرداه وحاطه البنس دي بقى هي اللي بتديكي الويفي، فاهماني؟ بس انت شعرك اساسا مأزعر، مش هينفع معاه الطاقيه. تعالي كل ده بصراحه طعمها تحفه. اكيد طبعا مش هاكل الشيء الاخضر المزلز ده. انت حره، اللي عايز ياكل واللي مش عايز ان شاء الله مع انه طفح. شيريهان انا مش قصدي كده، قصدي اني ممكن اكل حاجه تانية. يعني لو عندكم مثلا pancakes, peanut butter, cereals.
طيب في ايه بيجي هنا دليفري؟ انت عايزه دليفري؟ في فطائر المدينه المنوره، حلو. في عبغاني 3 ام، ده بتاع سندوتشات، بيعمل بانيهات وسبايسز وكل اللي انت عايزاه. في كمان كبده ومخ العنتيل، بس ده حامي عليكي. لا انا مش عايزه الحاجات دي، انا بتكلم على حاجات الدليفري العاديه، معك بيتزا كده يعني. انت تقصدي دول؟ كانوا بيجوا بس خلاص بقى، من ساعة ما الطيارين كل واحد فيهم لما بيدخل الحتة بيثبت، يا اما موتوسيكل بيثبت، يا اما هو بيثبت، يا اما صندوق بيثبت، فقطعوا رجليهم من هنا ومبقوش يجوا. بس لو نفسك تاكلي بيتزا، في بيتزا هانش حلوة قوي، دي يمكن احلى كمان من بيتزا هات. لا انا مش عايزه هنش، انا مش عايزه حاجه. ليه يا ربي كده؟ هو انا يعني عشان معيش فلوس مش هفطر؟ مين دي يا نيني اللي معهاش فلوس؟ ده انت لو بعتي بس حاجة من اللي معاكي جوه دول، ساعة، نضارة، جزمة، شنطة، تجيبي أكبر من الشقة دي. كويس انك فتحتي الموضوع ده يا شريهان. بصي حبيبتي، انا حاجتي دي هي اغلى حاجه في حياتي، اغلى ايفن من بابي اللي في السجن ده. وعايزه اقولك خلي بالك قوي، انا حافظه حاجتي كلها بيس وعارفاهم كويس جدا. يعني في يوم من الايام لو لقيت اي حاجه منهم ناقصه، من شابوهاتي، لبسي، جزمي، شنطي، الجولري بتاعتي، اي حاجه، انا هقطم صفاره رقبتك. وعلى فكره انا عمري ما هبيعهم، لان مش هينفع حد يلبسهم بعدي. انا ممكن اولع فيهم بس ما حدش يلبسهم. طب اقول لك حاجه، انا وصيتي لما اموت الحاجات دي تدفن معايا زي اجدادنا الفرعونات كده. Am I clear؟ يس. على فكرة حاجتك دي كلها ولا تفرق معايا، عشان أنا كمان حاجتي عندي كلها بالدنيا. أقول لك على حاجة؟ شبشبي ده يتدفن معايا عادي. جهلة. ايوه يا سيف، ازيك؟ الحمد لله. انت ما بترديش عليا ليه؟ بكلمك بقالي كتير، كنت عايز اطمن عليكي. ثانك يو يا سيف، والله معلش انا كان عندي حوارات كده، هبحكي لك لما اقابلك. ايه ده، هو احنا ممكن نتقابل؟ اه طبعا ينفع نتقابل. دي الوقت طلعت. ينفع نتقابل، ما نتقابلش ليه؟ وممكن نتغدى كمان، ولا انت مش عايز تعزمني بقى؟ لا ازاي طبعا. طب شوفي نتقابل على الساعة 2 كده. اصل انا عربيتي بايظه فمش عارفه اتحرك. تحب اعدي عليكي فين؟ اعدي عليكي في البيت؟ لا بلاش، ممكن نتقابل في المهندسين، لان انا هيكون عندي ميتنج مع كلاينت عند بابي في الشركه، لان بابي مسافر. طيب اوكي هقرب المهندسين وهكلمك. اوكي باي. باي. انت بتعمل ايه يا ابن الصرمه انت وهو؟ خش على جوه، خش. لا والله يا بنتي، شغلانتك خدتها واحدة تانية، وللأسف احنا مش محتاجين دلوقتي أي كاشير. طب مش شرط كاشير، أنا ممكن أعمل أي حاجة، أقطع عيش، أعبي سندوتشات، أخرط بصل، أي حاجة. على عيني والله يا شريهان، لكن كل الوظائف اتسكنت. طيب بصي، احنا محتاجين حد في الحمامات، تيجي؟ لا يا أستاذ عبد العظيم، حضرتك فهمتني غلط، أنا خريجة إعلام، ما امسحش حمامات. ما انت كنت لسه دلوقتي هتخرطي بصل. لا تفرق، ده شغل سياحة وفنادق. على العموم شكرا. امسك. لا ماليش نفس. بس بقى شيشو فكيها بقى. افك ايه بس؟ ده احنا عمالين نلف من الصبح، ده مفيش شغلانه فاضيه. انا تعبت والله العظيم، مش عارفه اعمل ايه. باين ياخد الشغلانه بتاعت الشبراوي دي. اتجننتي؟ عايزه تقفي في الحمامات تنضفيها؟ طب قولي اعمل ايه بس يا هاني؟ ما تقلقيش انا هتصرف. هكلم لك جماعه اصحابي شغالين في كنتاكي، هتروحي تمسكي الحمامات هناك. هي الشغلانه، بس معلش يا ماما دي برضو شركه مالتي ناشونال وبيعملوا خلطات بالوجبه السريه، فانت بقى وشطارتك يعني تعرفي السر بتاع الخلطات دي. ده وقت هزار يا هاني، انا مش عارفه بس انا بيحصل فيا كل ده ليه؟ الدنيا بتعاملني زي ما اكون ضرتها. لا واحنا لسه ورانا اقساط وفلوس وجمعيه وهم، يعني لو عدى عليا الشهر ده من غير ما اشتغل هتبقى مصيبه. ما خلاص بقى يا بنتي كفايه كآبه، ايه ده؟ بعدين انت مش قلت لي جدكم شايل لكم فلوس ياما؟ لا قلت لك مخبي فلوسه مش شايلها لنا. طب ما تدوروا عليها، ايه الكسل ده؟ لا الكلام ده فات اوانه خلاص، ده حوار اتردم عليه من زمان.
جدي الله يسامحه خبى الفلوس وساب لنا مكانها مجله ميكي، والله اعلم بقى اذا كان خبى الفلوس ولا ضيعها وبيستظرف. اكيد بيستظرف. ايه مجله ميكي دي؟ ما تقلقيش ان شاء الله محلوله. على قولك مفيش حد بيبات من غير عشاء. هات السفندية دي اكلها هديها بيها اعصابي. هات. مفيش الا فص. فص انت كلتها كلها يا معفن. انا يا بنتي مش قلت لك خد حته وانت قعدت تقولي لا مش عايز؟ انت معفن ياض، كنتش ليه نفسي دلوقتي عايزه. خلاص بتتغندري ليه؟ طب يلا يلا اتنين لجي هات لنا مكانها، جاي تجيب واحده، يلا روح هات. هو اجيب كيلو يعني ولا ايه؟ هات اي حاجه يلا. هاتي فضه. معيش. امال اعمل ايه يا ما فضه؟ تفك يا ما معيش. معايا 200 جنيه ما اكيد مش هتلاقي معايا. فكها يلا. ده هتلاقي معايا انا جعانه والله وتعبانه ولو ما بجوع بزعل اكتر. طب يلا خلاص مش بقول لك ايه؟ اقعدي اتكلمي مع الراجل كده ليه عقبال لما انا الف من ورا. ايه ده هتفضحنا. استنى يا حاج يا حاج الله يكرمك يا حاج، ما تجيب سفنديايه. طب اقول لك على حاجه بتشغلني معاك. طب تجيب سفنديايه وتشغلني معاك. بس يا ماما طب والله بس شكلك لطيف. بس يا حبيبتي بس يا حبيبتي ايه انت خليتنا نشحت. ايه ده؟ ايه ده والله متشكرين والله يعني. انا حاسه ان انا بقالي قرن ما جيتش النادي. انت مش فاهم انا مشغوله ازاي، بعمل كميه مليون حاجات شنيعه. انا من ساعه ما بابي سافر سويسرا؟ ايوه انا اللي بمانج كل حاجته، المكتب، البيت، الشغل، بس بقى بس ايه؟ بس ما بتعمليش حاجه تانية؟ مش عايزه ادوشك معايا، طبعا بعمل حاجات كتير. هتنقلي هتنقلي. سو what the hell are you doing؟ ايه القرف اللي انت عاملاه؟ Nelly, I missed you. It's not me, that's hers. Jessie, look how sweet she is. صح؟ طبعا دي نيلي، دي اختي وحبيبتي، كان لازم اقف جنبها بزنقتها، بس الظاهر بقى ان مفيش حد بيحبها خالص. يعني احنا لميناه ما يجيبش 100 جنيه لغايه دلوقتي. نيلي صحيح كان بابي عايز يروح يزور باباكي ويجيب له شويه حاجات كده، قولي لي مواعيد الزياره. جيسي انا عايزه اقول لك حاجه واحده بس. نيلي بالاي مش بالاي. نيلي واتقفلت كل السكك فجأة في وشوشنا، كل اللي ليك ضاع من ايديك، وصدقوا اللي قالوا يا ما عشنا ويا ما شفنا، ما هي دنيا يوم لك يوم عليك. أحلامنا قربنا عليها وديها راحت، كل الأماني اتأجلت، والدنيا في عينينا بقى كده لونها باهت، دنيتنا فجأة اتبدلت.